Je pense que le Maroc aussi, il renonce pas à avoir le ballon. Après, تصريح خطير من مدرب المنتخب الفرنسي يفاجئ به المنتخب المغربي بعد فوزه على كندا ومواجهة فرنسا بعد فوزها على باراغواي. شاهدوا ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو كنت محبا ودعما للمنتخب المغربي في مشواره المونديالي العظيم فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة، واكتبوا في التعليقات النصر على فرنسا وديم مغرب، ولا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. دقت ساعة الثأر للمنتخب المغربي، فالإيراد المغربي الذي تجرع مرارة الظلم التحكيمي الفاضح في قطر 2022 بصافرة المكسيكي سيزر راموس وحرم من ركلتي جزاء شرعيتين، يعود اليوم لينتزع حقه بيده على أرضية ملعب هيوستن بأمريكا. دك المنتخب المغربي حصون كندا بثلاثية مرعبة، بينما تجاوزت فرنسا عقبة باراغواي بشق الأنفس ليضربا موعدا حارقا في ربع النهائي، فإما كتابة التاريخ وإما زلزال يطيح بالديوك على يد مغاربة لا يرحمون. من ناحية أخرى، صرح مدرب المنتخب الفرنسي في أول ظهور إعلامي له بعد تأهل الديوك لمواجهة المغرب في ربع النهائي قائلا: أرفع القبعة للمنتخب المغربي، ما رأيته أمام كندا لم يكن مجرد فوز، بل كان استعراضا مرعبا للقوة التكتيكية والبدنية. هذا المنتخب في نسخة مونديال 2026 يبدو أقوى بكثير وأكثر نضجا وشراسة من ذلك الفريق الذي واجهناه في نصف نهائي قطر 2022. في قطر كان المغرب يعتمد على إغلاق المساحات والدفاع المستميت والارتداد السريع، وكان يملأه الحماس والشغف. أما اليوم نحن نرى منظومة هجومية كاسحة تلعب كرة قدم حديثة وتستحوذ على الكرة وتفرض أسلوبها على أي منافس دون خوف أو تراجع. إنهم يمتلكون تنوعا رهيبا في الحلول الهجومية، ولديهم لاعبون قادرون على صناعة الفارق من أنصاف الفرص، فضلا عن دكة بدلاء لا تقل قوة عن العناصر الأساسية. نحن لا نواجه فريقا يبحث عن مباغتتنا، بل نواجه عملاقا عالميا فرض نفسه كقوة عظمى في كرة القدم الحالية. مواجهة المغرب في ربع النهائي هي أصعب اختبار ممكن لفرنسا في هذه البطولة، ونعلم جيدا أن الأجواء الجماهيرية في الملاعب الأمريكية ستجعلنا نشعر وكأننا نلعب في الدار البيضاء. لا مجال للأخطاء أمامهم، لأن أي هفوة تعني توديع المونديال فورا، فالمنتخب المغربي الحالي لا يرحم، ولديه رغبة عارمة في إثبات أنه الأفضل في العالم، وعلينا أن نكون في قمة جاهزيتنا البدنية والذهنية إذا أردنا البقاء في البطولة وتجنب مقصلة المنتخب المغربي التي باتت تهدد الجميع. على جانب آخر، سأل صحفي مغربي من قناة الرياضية: الجميع يعلم أن فوزكم على المغرب في نصف نهائي قطر 2022 لم يكن مستحقا فنيا، بل جاء بفضل الأخطاء التحكيمية الفاضحة وبمساعدة مباشرة من الحكم المكسيكي سيزر راموس الذي حرم المنتخب المغربي من ركلتي جزاء شرعيتين غيرتا مسار التاريخ. اليوم الصحافة والجماهير المغربية يطالبون بالثأر واستعادة حقهم المسلوب، فكيف ستواجهون فريقا يشعر بأنكم سلبتم حلمه بنفوذ تحكيمي؟ فأجاب المدرب الفرنسي مباشرة: الأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم، وما حدث في قطر صار من التاريخ ولا يمكننا تغييره الآن، لكنني أفهم تماما غضب المغاربة ورغبتهم الجامحة في الثأر الرياضي. هذه الرغبة هي ما تجعل المباراة القادمة في ربع النهائي معقدة وصعبة للغاية بالنسبة لنا. لقد شاهدنا مباراتهم الأخيرة أمام كندا، بصراحة أداؤهم لم يكن جيدا في الشوط الأول، وبدا وكأن كندا قادرة على مفاجأتهم، لكن ما حدث بين الشوطين كان إعصارا تكتيكيا. لدي فضول قاتل لأعرف ماذا قال المدرب محمد وهبي للاعبيه في غرف الملابس، ما الكلمات السحرية التي جعلتهم يدخلون الشوط الثاني وحوشا كاسرة تأكل الأخضر واليابس. لقد شلوا حركة كندا تماما وضغطوا بقوة مذهلة وسجلوا 3 أهداف مع إضاعة سيل من الفرص. المغرب اليوم لا يلعب بالقدم فقط، بل يدق طبول الحرب بروح قتالية مدمرة مدفوعة بذكاء مدربهم وتلك الرغبة الانتقامية من الماضي. نحن لن نواجه فريقا عاديا، بل نواجه بركانا ثائرا يريد إثبات أن عدالة كرة القدم
ستتحقق في ملعب هيوستن، وعلينا الاستعداد لأشرس مواجهة في حياتنا. من ناحية أخرى، سأل صحفي إسباني من صحيفة ماركا: المنتخب المغربي أصبح عقدة المنتخبات الأوروبية الكبرى بلا منازع. لقد أقصى إسبانيا والبرتغال في المونديال الماضي، وفي هذا المونديال أطاح بمنتخب هولندا المرشح البارز للقب. فما تعليقك على هذه العقدة؟ وهل أنتم خائفون من مصير مشابه وتخشون المنتخب المغربي؟ فأجاب المدرب الفرنسي مباشرة: بالفعل الأرقام لا تكذب، والواقع يؤكد أن المنتخب المغربي لم يعد مجرد فريق عابر، بل أصبح بمثابة الكابوس الحقيقي للمنتخبات الأوروبية العملاقة. إنهم يمتلكون جينات تفوق تكتيكي ضد المدارس الأوروبية، ولديهم قدرة عجيبة على تفكيك أسلوب لعبنا وإحباط خططنا. عندما تشاهد كيف أقصوا هولندا وإسبانيا والبرتغال، تدرك أن الأمر ليس صدفة، بل هو أسلوب ومنهج. نعم، نحن نحترمهم بشدة، والاعتراف بقوة الخصم ليس خوفا، بل هو قمة العقلانية. فالمنتخب المغربي ليس بالمنتخب السهل على الإطلاق، وترتيبه الآن هو السادس عالميا في تصنيف الفيفا، وهذا المركز لم يأتي من فراغ، بل نتيجة إسقاط كبار اللعبة واحدا تلو الآخر. هم يدخلون المباريات الكبرى بكبرياء وثقة تجعل المنافس يشعر بالارتباك، ونحن كمنتخب فرنسي ندرك تماما أننا سنواجه فريقا مصنفا ضمن الصفوة العالمية. الخوف الإيجابي مطلوب، لأنه يدفعنا للحذر والتركيز، فاللعب ضد سادس العالم يعني أنك تلعب ضد مرشح حقيقي لرفع الكأس، وسنحاول بكل قوتنا كسر هذه العقدة الأفريقية والمغربية التي باتت تؤرق مضاجع الكرة الأوروبية، لكنها ستكون المهمة الأصعب لنا في القرن الحالي. من ناحية أخرى، سأل صحفي أمريكي من شبكة ESPN: البطولة تقام على أرضنا هنا في الولايات المتحدة، والمشهد الجماهيري المغربي في المدرجات يشبه الطوفان الأحمر الذي يبتلع المنافسين معنويا. كيف ستحضر لاعبيك ذهنيا لمواجهة هذا الضغط الجماهيري الرهيب في ربع النهائي؟ فأجاب المدرب الفرنسي مباشرة: هذا هو الجانب الأكثر تعقيدا خارج المستطيل الأخضر. الجماهير المغربية هنا في أمريكا لا تكتفي بالتشجيع، بل تصنع ضغطا نفسيا رهيبا وصخبا يصم الأذان. يهاجمون مع فريقهم ويدافعون معه بإطلاق صافرات الاستهجان ضد المنافس عند كل لمسة كرة. لقد عشنا هذا الأجواء في قطر، ونراها الآن تتكرر في الملاعب الأمريكية وبكثافة أكبر. لقد تحدثت مع لاعبي الفريق، وخاصة الشباب منهم، وأكدت لهم أننا سنلعب في بيئة معادية تماما، وعلينا عزل أنفسنا ذهنيا والتركيز فقط على الكرة وصوت الصافرة. الصخب الجماهيري المغربي يمنح لاعبيهم طاقة بدنية خارقة تجعلهم يركضون طوال 90 دقيقة دون تعب، وهذا ما رأيناه في الشوط الثاني أمام كندا، حيث دفعهم الجمهور لالتهام خصمهم. التحضير الذهني لهذه المباراة لا يقل أهمية عن التحضير البدني والتكتيكي. يجب أن نتوقع هذا الطوفان الأحمر ونستعد له، وألا نسمح للحماس المغربي في المدرجات بأن يربك حساباتنا داخل الملعب. ستكون ملحمة كروية وجماهيرية كبرى، والمغرب يمتلك الأفضلية الأرضية بفضل عشاقه، وعلينا أن نكون أشداء وصامدين أمام هذا الإعصار الجماهيري إذا أردنا العبور لمرامنا. في الختام يا أصدقائي، ادعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي، وسدد خط المنتخب المغربي واجعل الفوز والعبور حليفهم. اللهم احمي لاعبي المنتخب المغربي من الإصابات والكسور، واحمهم بحفظك وعينك التي لا تنام من المؤامرات التحكيمية ومؤامرات غرفة الفار، واجعل العدالة الكروية تصفق لهم على أرضية الملعب. آمين آمين يا رب العالمين. وفي الختام يا أصدقاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم كل الكواليس والأخبار أولا بأول، وشاركونا توقعاتكم للنتيجة في التعليقات. وديما مغرب.